شنو كان سبب مرضه؟ هو كانت عنده في الطبيعة، عنده فد عادة يشلع الشعر اللي بخشمه، ينتفن بيده بصبعه. ويوم من الأيام شلع شعراية، فطلعت بمكانها حباية داخل الأنف، وقامت تكبر وتألمه. فقام أخذ ابنه أحمد للمستشفى، فقام يراجع مستشفيات ما سوى له شيء، ماكو فايدة. فقام وأخذه جابه إلى بغداد الدكتور مسيحي، فشاف الطبيب وفحصه، فقال له لازم نسوي زرع للحباية هاي. وين؟ بمدينة الطب. هاي الحكي في عام 1976. فراح لمدينة الطب وسووا زرع، فقالوا له تجينا بعد 20 يوم. وفعلا خلصت 20 يوم، جاب الحجي وإجا. فأخذ النتيجة، قال لهم أبو المختبر، قال لهم تروحون الدكتور فائق السامرائي، هذا يصير مدير إشعاع الذرة بشارع الرشيد. راحوا الدكتور فائق السامرائي، فباوع على التحليل وهاي. فقال له أحمد، قال له أبوك يحتاج له 14 كوية، فكنت تجيني يوميا الصبح أكوي لك إياها وتروح. وابن أحمد كان عسكري يداوم بالرزازة، يعني ما يقدر يروح ويجي يوميا. فقام حج حمزة الصغير كل يوم الصبح يروح لبغداد يكوي ويرجع. طبعا الطبيب بالبداية طمأنهم، بس هو سأله، قال له حجي أنت شنو سويت بخشمك؟ تشلع شعر؟ قال له إيه. قال له هاي صاير عندك التهاب، وشغلتها بسيطة، تجي يومية أكوي لك كوية وتروح لمدة 14 يوم، وراها إن شاء الله تروح بعد الحباية وتخلص منها. فقام هو يجي فعلا، يطلع الصبح يخلص صلاة الصبح في كربلاء، يصلي ويتريق ويطلع يروح البغداد، فيجي للطبيب يكويها إله ويرجع. فاستمر ل9 أيام، 9 مرات كوة، 9 مرات. الحباية بدأت تختفي، فتصور خلاص أنه صار زين، فترك باقي الجلسات وقرر أن يتركها وراد يسافر السوريا. فابنه قال له حجي كملهن، قال له لا، أنا إن شاء الله صرت زين وراح أروح هناك للسيدة زينب. فراح هناك زار السيدة زينب عليه السلام، لكن هو في سوريا رجعت عليه الآلام مال الحباية اللي بخشمه، فقرر العودة. رجع إلى بغداد أو إلى كربلاء، وقال لابنه، قال له أبويا هاي ترى رجعت علي وتوجعني. وقام ابنه ورجعه للدكتور فائق السامرائي. فلما شافه قال له حجي أنت كم مرة كويت؟ قال له أنا 9 مرات. قال له عاد ليش عفت الباقيات؟ قال له ماني حسيت يعني صرت زين. الدكتور قال له هو هذا الغلط والإهمال. قال له زين دكتور شنو الحل؟ قال لهم سراكم بعد شهر. فطلعوا من العيادة، فحج حمزة أخذ ابنه، قال له عندي ولد صديقي صاحب محل مال حلويات بشارع السعدون اسمه أبو موفق، هذا عنده علاقة بالطبيب، خلوا نروح له بلكة يأثر على الطبيب ويقرب لنا الموعد لأن شهر هواي. فراحوا إلى صديقهم هذا أبو موفق، وفعلا جابوه وراحوا للطبيب. فدخلوا على الطبيب، الطبيب قال لهم شو رجعتوا؟ قال له لا يابا احنا على مود الموعد، يعني شوية المسافة يعني طويلة. قال لهم اوكي، الحج خليه يطلع برا ينتظر. فطلع الحج برا، بقوا صاحبه وابنه. قال له خير دكتور؟ قال لهم للأسف الحج من ما كمل الجلسات الحباية طاشة بجسمه كله وصاير سرطان، فأنا من قلت لكم شهر لأن هو ما راح يعيش شهر. قالوا للدكتور يا معود، قال لهم ما تصير لكل شارة، وأضيف لكم بعد أنه بالليل ما راح يقدر ينام، لكن أنا راح أكتب لكم هاي إبرة تجيب مضمد يضربه الشمسيسي يلا ينام، لأن الألم ما يقدر ينام. طبعا هو ما يدري، ما قالوا له. فقام ابنه أخذه ورجعه وياه إلى كربلاء. وقام ابنه أحمد يوميا من يرجع من الدوام يجيب وياه المضمد، يجي يضربه إبرة يلا يقدر ينام. يعني مرور الأيام ساءت حالته، قام بعد ما يقدر يقرأ، وبأواخر أيامه ألمت به يعني الآلام وهذا المرض مالته. فأجوا أهالي كربلاء جابوا له قصيدة، قالوا له لازم تقراها. فقال لهم ابن انه ترى الحج ما يقدر، فشالوه شيل
القصيدة هي كانت احنا غير حسين ما عندنا وسيلة، وهو كان مريض يعني، فقال أنا أتمنى أن تكون هاي آخر قصيدة أقراها بحياتي. حتى من تسمعها باليوتيوب تلاحظ صوته يعني مبين يعني تعبان متعب، وحتى هو همين يعني صرح بمرضه بهاي القصيدة اللي فعلا كانت آخر قصيدة قراها مثل ما أتمنى. فأكمل القصيدة بجهود صعبة، وبعد 3 أيام وافاه الأجل في يوم الثلاثاء 23 شوال 1396 الموافق 16 تشرين الثاني 1976. ولما توفى صاحوا بالسماعات بمكبرات الصوت بالصحن، يعني اعلنوا عن وفاة الرادود الكبير حمزة الزغير، وبالجوامع ايضا، والناس كلها طلعت والمحلات عزلت وصار له تشييع ضخم، والجنازة على رؤوس الاصابع، وطفوا الاضوية مال السوق. فجابوا بالتشييع جابوه من صحن الامام الحسين عليه السلام الى صحن ابي الفضل العباس سلام الله عليه بصعوبة، يعني ظلوا ساعة كاملة ما بين صحن الإمام أبي عبد الله إلى صحن أبو الفضل من شدة ازدحام الناس وأهالي كربلاء مكلبين بالجنازة، إلى أن أهلا انتزعوها بالقوة وخلوها على سيارة صغيرة قديمة واتجهوا للوادي مال سيد جودة، والناس تركض وراها، وكانت الأرض رملية فغاصت تايرات السيارة. ووصلت ساعة التوديع، وتلون التوديع بالبكاء والنحيب، واعتلت مكبرات الصوت بقصيدة المرحوم حمزة الزغير وهو يقرأ شلون ليلة تودع حسين العقيلة. المهم الخبر وصل إلى الأمن، إلى رجال الأمن جلاوزة الأمن، فإجوا طبعا تمت مراسيم الدفن، فأجوا أخذوا كل من مشى وراء الجنازة، واعتقلوا العشرات وذبوهم بالسجن. فيما بعد قاموا جهاء كربلاء وهاي راحوا إلى محافظ كربلاء، بوقته كان شبيب المالكي اللي صار وزير عدل فيما بعد، فقالوا له يعني سيادة الوزير أنت كنت تحب حمزة الزغير، وهذول ناس مشيعين يعني ما عندهم شيء. فالمهم توسط لهم وأطلق سراحهم. وبعد سقوط النظام قامت العتبة الحسينية بإعادة ترميم مقبرة الرادود الحسيني المرحوم الحاج حمزة الزغير الكربلائي، وبقت قصائد خالدة، خصوصا قصيدة احنا غير حسين ما عندنا وسيلة. إذا عجبك الفيديو اشترك بالقناة وشاهد بقية الفيديوهات بنكهة عراقية، والسلام عليكم ورحمة الله.